بناوی خوای بخشنده مهربان، حمد و ثنا و سپاس و ستایشی به پایان بخوای پروردگار جهان، درود و سلام سر پیغمبر خوشویست صلی الله علیه و سلم ولسر اهل بیت و هم یاران و هم شرکوتوانیان تاکو تا زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. برایانی عزیز، لبابتی عقیده کمانا لپروگرامی زاد قناغی کم قيشونة أثر التوحيد على الفرد. لا فرفنجاو حوت مستسوران بما نخونيته إن شاء الله يواش يمشرون يكينوا. أثر التوحيد على الفرد. أولا، السعادة وطيب الحياة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن القيم: والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. لا شنواركان التوحيد لسر تاك يكميان بختوري وخوشبختي جياني دنيا وآخرت. خواهي پروردگار فرمي: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني جيانيكي خوشي پربختوري بي أبخشين ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأجر فاداشتكي أو أنده قوريان لجاتيا يعني وكو فاداشت في أدين ولنجزينهم أجرهم وفاداشتو أجر فاداشتكي زوري أنا دينما بأحسن ما كانوا يعملون، بتشاكترين شد لويك أيان كرت. دنيا هنا كم بيني كابرايا كم بيني 6 کوڕی بە یەک جا کوژرابوو لە غەزە. 6 کوڕی بە یەک جا کوژرابوو. کابرا يعني تو تماشاکەم بەسم ئەمە ئەگەر لەزەتی ئیمان و چێژی ئیمان لە ناو دڵان نەبێ قەسەم بەخوا بەرگە ناگری، قەسەم بەخوا یەکسەر ئەمری. کابرا ئەیوت خوایە چەندێکت ئەوێ بیبە، چەندێکت ئەوێ بیبە حتا ڕازی ئەبی. یا سبحان الله، آخر زورة تو بتواني أقسم كي شن يكت أبي بيبة رازي أبي. يا سبحان الله. ابن القيم أفرمي: إخلاص وتوحيد نيت باكيو نياز باكيو يخوا برسي دارك لناخي ضلايا لقبوبكاني كردوكاني إنسانا برهمكشي خوشبختية لجياني دنيا ونعيمي مقيمة أو لذة دائمة كخوي تعالى أمادي كردوا بو أهلي باش لا آخرته. بلام شركو درو والرياء دارك لنا وضلا برهمكي لدنيايا بريتيا لشي بريتيا لترس بريتيا لخمو خفت وضلتنجي وتاريخي ضل وبرهمكشي للروج قيامتها زقوم عذابي مقيمة كخوي تعالى لجهنم أبو أوان دينا وخوابنا ممدى. ثانيا، تفريج الكروب في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. إي والله، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها
وغياثها. دوهم لشوێنەوارەکانی یەکخواناسی لەسەر تاک ئەوەیە کە خەموخەفەتەکان لە دنیا و لە ئاخرەتە ئەڕوێنێتەوە. ئیبن القەیم ئەفەرمێ تەوحید و یەکخواناسی بەدەمەوە هاتون و فریادکەوتنی دۆستەکان و دوژمنەکانە. ئەفەرمێ بەڵێ واللهی حتا ئەگە تەماشاکەی دوژمنەکان لە کاتی تەنگانەیە کاتێ پەنا ئەبنە بەر تەوحید، وەکو خوای تەعالی فەرمێ کاتێ سواری کەشتێکە ئەبن لە ناو بەحرە وەکەونە وەزعێکی ناڕەحەتی ودعوا الله مخلصین له الدین، ئەلێ هاوارەکەنە خوا بە مخلیصەوە. فلما نجاهم کاتێ خوای تەعالی ڕزگاریانەکە إلى البر بەوشکانی إذا هم يشركون سێرەکەی شەریک بۆ خوا قرار دەدەن. يعني حتى فریای ئەوان شەکەوێ، حتى مشركیش بە تەوحید داوای لێ بکە فریایەکەوێ خوای تەعالی. ئەمما ئەولیای خوای تەعالی ئەوە ڕزگاریانەکە لە کروبات و ناڕەحەتیەکانی دنیا و هەروەها هی ئاخرەتیش و هەموو ناخۆشی و شدەتەکانیش خوای تەعالی ئەیڕێنێتەوە بە تەوحید. فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. أفرمي هيك شتيك أوندي توحيد ناراحتي كاني دنيا لا نابا أوني توسل كردن بلا إله إلا الله. تماشا كيد ذنون عليه السلام يعني يونس لناوسكي حوتك دواك عليك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني أو دعاء أي رزقارك وهر كسيكيش أو دعاء بك قايت على لنا راحتي كان رزقاريك لبلا گەورەکان ڕزگاریەکە. هیچ شتێکیش ئەوە نەی شەریک قەراردان پیس نییە کەوا ئینسان خات لە دنیایشە ئیخاتە ناو خەم و خەفەت و ناڕەحەتیەوە ئەوە ئیتر خوا پەنامان بدە لە قیامەتیشە حاڵیان زۆر خراپە. کەوا بوو مفزع الخەلیقەیە، یعنی فریاد ڕەسی خەڵکیە بەڕاستی تەوحید ومەلجەؤها پەناگایانە وحسنها قەڵای قایمیانە وغەیاثها فریاد ڕەسیشە بۆیان. ثالثا الثبات في القبر كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبات الجيريت في أداء لنا وقبره. برائي كري عازب أفرمي خويل الرازبي أفرمي في غمري خاص الله وسلم فرمي مسلمان كاتل لنا وقبره برسياري ليكريه إلا سر هن أوش الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فرمي خوي تعالى بهوي أو رزقاريك پرسیارەکان سێ پرسیارەکەی ناوی قبر ئەگەر تۆ بەڕاستەقینەی وەڵامی بیتەوە وهمووی لا إله إلا الله توحيدا. هەر ئەوەیە کە خوای تەعالی فەرمێ يثبت الله الذين آمنوا ئەهلی ئیمان خوای تەعالی سابتیانەکە جێگیریانەکە بالقول الثابت لەسەر وشەی سابت کە شایەتمانە لە ژیانی دنیا و لە ئاخرەتیش، لە ژیانی دنیا و لە ئاخرەتە کە قبریش بەشێکە لەوە. رابعا يعني قبر لبيني ژیانی دنیا و لە ئاخرەتایە ئەتوانی بڵێ قبرەکە يعني بلي آخرتك أكبر زيادة چونك يكم منزل لمنازل آخرة قبر يكم جيغاية لجيغاكاني آخرة لمنازل كاني بالله. رابعا النجاة من الخلود في النار، فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموحدين يخرجون من النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار. رزقار بون بهوي توحيد لا أقري جهنم چندين أحاديث هاتوا حتى قيشتوها بلي تواتر كهيج قماني كتيانا مني كوا أوي موحد بي لا أقري جهنم دركري ما چند تاوان باريش بي لسروا ابن تيمية أو قصيه هي كوا أبو يغمري خواه صلى الله عليه وسلم شفاعات بو أهلي إيمانك دواي أوي كوا حقي أجر خوي تعالى خصيان جهنم شو جاري وهي وبيع أوي هنا ينخت جهنم خوي تعالى وليان خوش به أو أجر شاكي كان بي مستحق شفاعة بن بلام أجر مستحق نبن وروشنا جهنم ما دام أهل توحيدا لا أخيرا درجة. خامسا السلامة من الخوف والرعب في الدنيا والآخرة، وهو ما يصيب الكافر بسبب شركه. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.
وكذلك في الآخرة، حيث أخبر ربنا أن الموحدين يحصل لهم الأمن التام يوم القيامة بسبب توحيدهم. قال ربنا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أو كسانيك أهل توحيد بن سالم أبن إن شاء الله، سلامة أبن لتشي لا ترسو لا توقيني روجي قيامة. طبعا هل دنيا شاء أوان سلامة أبن لا ترسو لا لبيمي أمجي يعني دنيا وهروها لقيامة شاء. طبعا لا قيامتها أوانيك أتوقيا أوانيك أترسن ترس واي بيان كردوه كوا شوي كان يشكاندوه أوانا بهوي الشركة كان يعني أترسن أجينا أهل إيمان بالنا ترسن. واي تعالى فرمي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، أو الرعب خوفا زياد لحديك لناوضلي كافر كان بهوي شيء بهوي الشركة كان وكأنجام أنا دل جياني دنيا. وهروها لآخرتي شاقواي تعالى أفرمي أوانيك أهل توحيد أمني تاميا بوهيا واتا آسايشكي توابيا بوهيا لروج قيامتها بهوي توحيد كانوا. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن جهنم لجهنم ودور لا يسمعون حسيسها أصلا نركون علي جهنم ناري السن أخذ جهنم دني هي وكو دني يسعل دنيا جاري آقريكي قورب إن بيتود دنيكي تايبتي هي توقينري هي بتايبتي بركان بتايبتي أو أقراني كزور قوران بلام ديوي أوان دنيشي نابي السن وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أوانا لخوشترين أو اشتانيك نفس حزيليك بها تايشتي أمينو لا يحزنهم الفزع الأكبر. راتش الله كان قوركي روجي قيامت أوان بيتاقتناك وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ملائكة دينا بيريان وجي أو ترسيان أروي النوى. طبعا خوي ترسي كي لسرتها وكاتي الزينو أبيتوا همو أترسيه بلام ملائكة دي دلي أمانة داتوا بيان عليه أما أو روجي كإيوا وعدتان بيدرا بويا ما ترسن هيش مخافتك تان نبي. نعمة التوحيد. طالب مسلم يدرس في إحدى جامعات الهند عند بروفيسور من كبار الأساتذة، وبعد الانتهاء من المحاضرة اقترب الطالب من المدرس ليلقي عليه بعض الإشكالات التي واجهته، فتفاجأ برائحة كريهة تصدر من الأستاذ، فقال له الطالب: ما هذا يا أستاذ؟ فقال له: هذه رائحة بول الإله أي البقر. بس يواك توحيد شي نعمتك براسي الله قطابيكي مسلمان ليكك لزانكوكاني هندستان أيخنا لاي بروفيسوريك لجورترين ما مساكاني أو زانكويا الله دواي درسك شو لاي ما مستاكا بو أوي هندي إشكالاتي هي هندي برسالي هبو لدرسك بيكالي تماشاي كدبوني كي زور ناخوش لما مساكا ودي كاتبي ود أمت شيء أم بونا ما مستا أشوتي أما بوني ميزي خوايا بنا ممدا قصدي معنا براسي إسلام نعمته توحيد نعمته. بيان أن التوحيد هو الإسلام وأنه دين الرسل جميعا. الليرة أول ما برونا كاتو كتوحيد وتوحيد إسلامه وإسلامش ديني همو بيغمرا كان بوه هو زور قرنقا يما أم خالب الزانين كوا إسلام ديني همو بيغمرا كان بوه بس محمد نبوه صلى الله عليه وسلم ماله. فائدة إثرائية: الدين الذي بعث الله به رسله عليهم السلام وأنزل به كتبه هو الإسلام، وهو يعني توحيد الله تعالى في عبادته والاستسلام التام له. يعني دين أو دينيك أخوة تعالى يعني في غمراني بيناردوا وكتابة كان الشيء بودا بزاندون أو دينه بريتيلا شيء بريتيلا إسلام يعني في غمرة كان دين إسلام يعني في دراوة وأو كتابة آسمانيانيش كان يراوة في غمران هر إسلام بوا إسلامش ليلة بمعنى شيء تبى بمعنى توحيد إخوال عبادتها واستسلام والانقياد التام له يعني تسليم بني كي التواب وخاي پروردگار
يعني توحيد يخواناسي خواي پروردگار لپرستنا يكتا پرستی وتسليم بونيكي تواو خواي پروردگار. اما اسلام اما معناه كيتي جهرشي ديني في غمراني اويا وكو باسيكا توحيد الله تعالى في عبادته والاستسلام التام له، وهو دين الله جل وعلا في السماء والأرض، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اسلام او دينيه كخواي تعالى رازي بوا لآسمان و لزويا كخلقي لسر او دينا بشن وكو خواي پروردگار فرمي إن الدين عند الله الإسلام. الدين للاي خواي پروردگار إسلام، وهروها فرمي هر كسي غير إسلام بكاب ديني، يعني وكو بكاب ديني خوي غير إسلام أولي ورنا جريت ولا آخرة دوار رجش لخاسرين وخساروا من دانا. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام في خطابه لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أو نوح عليه السلام كي كم بيغمبر بوه كاتي خطاب قومك يا كالتشي عليه فإن توليتم فتشي فما سألتكم عليه من أجر، ومن دواء أجر نكر ذاك يو بشطلكن من أجر للاين خواي پروردگاره وأمر بيكراوك لمسلمان من المسلمين. حتى كلمة مسلمين سور كردوا بو أويها بزانين همو بيغمبر كان أو شان وتوا. وكذلك أخبر عن وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام أن الدين هو الإسلام، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هروها بس يوم نجبوه كاك وصية إبراهيم ووصية يعقوب هربا إسلام بوه. قال تعالى فرمي كي هي لا دال ملة إبراهيم إلا ما قالك يخوي يالك إما إبراهيم من بالو افتكر دو هل بجاردوه لدنيايا ولا آخرتي شاء إبراهيم لصالحين. إذ قال له ربه كاتي خواي پروردگار بيود أسلم يكسر وتشي أسلمت لرب العالمين. وهروها وصية إبراهيم بومنا لكاني ويعقوب شروها بومنا لكاني أو بو كتشيب كان نمر إلا فرمية نمر إلا وأنتم مسلمون، نمر إلا بمسلمانيتين به. وقال تعالى في شأن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. جوا كان يانود إبراهيم يهودي بوا، مسيحي كان شانود نصارى كريستيانا كان يانود إبراهيم مسيحي بوا. الله تعالى شفرميه قل أنتم أعلم أم الله يا أزاني يا أخوالي يا زاني أفرمي ما كان إبراهيم يهوديا أما الدين أخوتان يوناوتان لناوا يهودي آخر يهود أخوائي يقول ناوي الديني ننا يهود ناوي إسلام بس أوان قوريان يا أخوائي تعالى ناوا خينا كرد مسيحي إسلام بو بس أوان قوريان خلق خوي أروا دينك خوي قوريان ناوي كتري لي أنا جاء أخوائي تعالى فرمين إبراهيم نا يهودي بو نا نصراني بو بلكو حنيفا مسلما بو وما كان من المشركين. ماله. وقال نبي الله يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أروها وتخوي تعالى لسر زماني يوسف فرمي خوايا بمسلمانيتي من مرينا وبمجينا با بياو شاكانا
وقال نبي الله سليمان عليه السلام: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وقالت بلقيس ملكة سبأ: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أي قومكم يعني سليمان أفرمه كي أرى عرشكي دينيه بيش أوي مسلمان بن ومسلمان يتبين بلقيس إشكاتك يا الله ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هموي بو أو دينا دعوة عن كلو بانقوازي عن كلو بيغمران. وها هو نبي الله موسى عليه السلام يخاطب قومه بكل وضوح كما حكاه الله عنه. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى عليه السلام بقومك عليه بصريحة فرميه وقال موسى يا قومي أي قومكم أجر يو إيمان تان هنا أو بش بخواب وسن أجر يو مسلمان ولا كاتي ولا سبح لك كما قال سحرة فرعون: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ساحر كان فرعون إشكاتي إيمان يعني أنا أوان لهني كسب هاشتر لدين تيجيشتون يعني كاتي فرعون هالرشيد يعني كنت أمان شو تيان تو كاتي طول ما لير كيتوا مان كوجيت تنها لبر أوي إيمان من هنا بآيات كاني فروردقار بمعجزات كاني فروردقار كاتي بيمان جيشت ربنا فروردقار أفرغ علينا صبرا يعني آرامي من بيا ببخشة وتوفنا مسلمين ولا سر إسلام بمان مرينا. وها هي مقالة أكثر الكافرين عدو الله فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولا آخر لحظات كانت خنجالنا بحركة فرعون أما الله يمقصاك أزاني هل أما فرياك لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين من المسلمان أو يعني معناه ما دعوة موسى أو أبوه بويا أوش أزاني أويا موضوعك. وحكى الله في كتابه العزيز عن أتباع عيسى عليه السلام شون كوتو كان عيسى قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حواري كان أوانيك هاوري كان الصحابة كان عيسى وتعني إما أنصاري إخوان يعني كاتي أوتي كي أنصار ما كي سرخر ما أما شوتان إما أنصاري إخوان إيمان من بخواه هنا شايد بك إما مسلمانين. وقال في من تقدم من الأنبياء: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أوتا بيغمران قاية تعالى بقشتين نايو نبا فرمي اما التوراة من نار دخوار وهداية ونور بيبويان يعني رينماي ورناكي بيبويان تاوكو بيغمران حكمي فيها بكن أواني إيمان يعني هنا يعني أواني مسلمان بون بالي. وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب وبيان أن الإسلام هو دين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام: أمجا لي رخوة تعالى يعني خطابك بوهمو أهل كتابة وبيان رونكاتو كإسلام ديني همو بيغمر كانوا أو آياتا فرمي خوي تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هرهم ويان
ونحن له مسلمون. بله. هذا هو الإسلام بمعناه العام. أما إسلام بمعنى قشتك. فدين الأنبياء واحد وكلهم جاءوا بالتوحيد. آيني بيغمبر كان همو يكا وهمويا توحيد يخواناسي آيني أنبوا. وأما الشرائع فإنها تختلف. بلام شريعة كان جوازي تيايا. حيث إن كل شريعة تختلف عن الأخرى في الحلال والحرام. لما سلي شريعتها لحلال وحرام أم بيغمبرك بو بيغمبرك جوازيها بو حسب ظروف أو كاتانا. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله تعالى بيغمبرانا فرمي هذه يكيك لأيوة شريعتك وبرنامجك ما بيداوة. يعني هذه يكيك لأيوة يعني نقشت عنك برنامج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الحقيقة: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، والعلات الضرائر. بله. طبعا أم حديثة زور قرنقة، يعني أم حديثة من دوام ليتي يعني قشتان بطوان لبديك، يعني أم حديثة زور شتيكي قرنقة. الله تعالى فرمي بيغمبران براي باوكين، يعني لباوك وبران، يعني بلام لدايك ودايك كان ينجاوازن، يعني مقصد شيء لم حديثة، يعني باوك يعني عقيدة، دايك يعني الشريعات، يعني همو بيغمبران باوك يعني باوك كشريعته كتوحيده، يعني كعقيدة كتوحيده، بلام الشريعة كان ينجاوازن وقوا بياوك واتش بيك بيغمبري صلى الله عليه وسلم بياوك شنجن يكي هبه ولو جنانيش برا منالي هبه أو منالانا هميان بران هميان منالي يك باوكن يك عقيدة يعني طبعا دايك كان ينجاوازن كشريعتك. والمعنى أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلف فروع الشرائع فلا علاقة بين كون الشرائع قابلة للتغيير والنسخ وبين أصل الدين الداعي للتوحيد والاستسلام والخضوع لرب العالمين وهو دين الإسلام الخالص. قال تعالى: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله معناك أويك في غمران يك دينيان هيا أوش توحيده والله أقصد الشرائع كان ينجاوزه كوابو بيون دينية لبين أويا شريعتي أم في غمرة مثلا بون مقابلة بوي قرآن كاري بسلا بي قوم كان يعني كويس على ني بارستوا بلكو قوم كان قرآن كاريان تياكردوا يان أو شريعتي أو في غمرة نسخ بوتو أما معناه وأن تشوف الشريعة كان قابلا بقرآن كاري بلام أصلي عقيدينك كعقيدك يا عقيدك وخوي وايا كيش استسلام بخوي پروردگار. إن الله اصطفى لكم الدين خوي تعالى دين يبول بجاردن فلا تموتن ممر إلا وأنتم مسلمون. أم جاء الأديان السماوية الثلاث أما عبارتك إس لزوربي شو كان على سكري سيدنا آسمانيا كان أم عبارتك شيء ما مسسورا عبارة الأديان السماوية الثلاثة هذه من العبارات الخطأ التي يستعملها كثير من عوام المسلمين، وهي تشعر بأن هناك ديانات أخرى غير الإسلام ويقصدون بها اليهودية والنصرانية، وليس هناك ديانة غير الإسلام. نعم يوجد الشرائع لكن الدين واحد. تونا بيجي دينا آسمانيا كان شو الدين آسماني قشتيك يكا وكو دين بس وكو الشريعة جوازية بالفعل، يعني إما شريعة جولك هي وشريعة موسى أوا جوانتره شريعة موسى شريعة عيسى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم چونکە بەڕاستی جوولەکە دەستکاریان کردووە شریعەتەکە بەڕ حتى عقیدەکەشان دەستکاری کردووە بەڕاستیش مەسیحەکانیش دەستکاریان کردووە. بەڵێ ولم يسميهم الله بذلك بل هم سموا أنفسهم به، يعني ئەوان خۆیان ناو خۆی تعالی ناوی نەنان یەهودی ئەوان خۆیان ئەو ناویان بۆ خۆیان هەڵبژارد. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وتیان ببنە جوولەکەیان ببنە گاور ئێوە هداية وركن أوان وتيان أوان أو ناويان بخوان هالبشار خوا أفرمي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما نظن كونوا يهودا أو نصارى. وقال تعالى حاكيا مقالتهم على أنفسهم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. يعني دائما نصارى إيه. وقال تعالى: الذين قالوا إنا نصارى. يعني أويك في غمر عيسى داوايك فرمي قال من أنصاري إلى الله قالوا نحن أنصار الله لقال نصارى جوازه. لو كان مخوي تعالى بقاتنا وجوانا كان يخوي الرحمن فيك الله يا ربي خويا لسعقي لي باكو راس دام زرامان كيدور من خيته ولا هالرقايك يتشوتوا لار آمين.